من شوية كده طيارة أمريكية غريبة جدا ظهرت فجأة والناس بتسميها طيارة يوم القيامة، وفي نفس التوقيت ده آلاف الرسائل المجهولة اتبعتت على موبايلات إسرائيليين، والرسائل دي بتقول نحن قادمون، بصوا في السماء نص الليل. لحد دلوقتي محدش عارف الرسائل دي طالعة منين، والأرقام اللي بعتها أرقام بريطانية متزورة، وسلطات الاحتلال وخبراء الأمن السيبراني بيقولوا إن دي رسائل حرب نفسية ومجرد محاولة تخويف مش أكتر. طيب السؤال هنا، يا ترى اللي ورا الموضوع ده مين؟ هل ممكن يكون الجيش السيبراني الإيراني، خصوصا إن إيران شغالة الفترة دي على اختراقات جوه إسرائيل وكمان على صيد عملاء للموساد جوه إيران؟ الموضوع ده كله بقى جاي في نفس الوقت مع تحركات عسكرية أمريكية غريبة شوية. خلال الساعات اللي فاتت اترصد إقلاع طيارات نقل عسكري تقيلة جدا من نوع C-71 طالعة من ألمانيا ورايحة الشرق الأوسط. الطيارات دي مش عادية، دي بتستخدم في نقل ذخيرة ومعدات وتجهيز مسارح عمليات كاملة. والغريب مش الطيارات نفسها، الغريب هو التوقيت، خصوصا مع اللي بيحصل جوه إيران دلوقتي ونزول الحرس الثوري يسيطروا على المظاهرات لأول مرة من أسبوعين. وفي نفس الوقت برضه مواقع تتبع الطيران كشفت عن تحليق طيارة تزويد وقود أمريكية من نوع KC-135 طالعة من قاعدة العديد في قطر وبتلف فوق الخليج العربي والأجواء العراقية. الطيارات دي بقى هي الأساس لأي ضربة جوية بعيدة، عشان بتخلي المقاتلات والقاذفات تفضل في الجو بالساعات. ووجودها دلوقتي وبالمسارات دي يوحي إن في استعدادات شغالة، سواء تدريب أو محاكاة أو حاجة أكبر. إيه بقى اللي بتحضر؟ الله أعلم، ممكن تدريب، ممكن ضغط وتخويف لإيران، وممكن فعلا في حاجة حقيقية بتتجهز، خصوصا إن ترامب هدد قبل كده أكتر من مرة بالتدخل. والسيناريو ده شبه جدا اللي حصل قبل حرب ال 12 يوم. بس أغرب خبر في كل ده بقى اللي نشرته صحيفة ايكونوميك تايمز، إن لأول مرة من أكتر من 50 سنة تقريبا ظهرت طيارة أمريكية نادرة جدا في مطار لوس أنجلس الدولي. الطيارة دي اسمها بوينج E-4B نايت ووتش، والناس كلها عارفاها باسم طيارة يوم القيامة. الطيارة دي عبارة عن مركز قيادة طاير في الجو متصمم يشتغل وقت الحروب النووية، وهي الطيارة اللي المفروض يركبها الرئيس الأمريكي لو حصلت حرب نووية أو اتدمرت مراكز القيادة على الأرض. والأغرب إنها مصممة تتحمل ضربة نووية أو كهرومغناطيسية. طبعا مجرد ظهور الطيارة دي في التوقيت ده ولع السوشيال ميديا في أمريكا وأوروبا، وبعدها تقارير قالت إن كان على متنها وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسث ومعاه الناشطة اليمينية لورا لومر، وإن الزيارة ليها علاقة بلقاءات مع شركات صناعات عسكرية في لوس أنجلس. لحد دلوقتي مفيش أي إعلان رسمي من البيت الأبيض ولا من سلاح الجو عن حالة طوارئ، بس ظهور الطيارة نفسها في الوقت ده أكيد مش صدفة.